السلام عليكم. الفيديو ده هيبقى بنتكلم على رود ماب للباك اند ديفلوبمنت. تمام، اي حد عايز يبقى باك اند ديفلوبر او باك اند انجينير فالرود ماب دي معموله عشانك. طيب، عشانك انت مين برضو لازم نوضح يعني الرود ماب دي موجهه لمين تحديدا؟ دي موجهه للشخص اللي هو ما عندوش اي خبره في المجال تماما، لسه ما بدأش اي حاجه، لسه في اوله خالص. طيب، الرود ماب دي هتاخدك منين توديك فين؟ هتاخدك من المرحله اللي انت فيها، اللي انت مالكش في اي حاجه خالص، صفر، وهتوديك لمرحله انك تبقى قادر انك تنزل تدور على شغل. تمام. انا لو بعمل هايرنج لناس فريش او ناس جونيورز لسه ما اشتغلوش قبل كده، دي مجموعه الحاجات اللي انا احب ان انت تكون فاهمها. لما انت تكون فاهمها وتعرف تمد ايدك فيها وتشتغل بيها you will be hired. تمام. طيب، لو انت اعلى من كده شويه، لو انت بقالك سنتين مثلا شغال في المجال وبتعرف شويه لغات برمجه تنينه وتولز جامده من الاخر والكلام ده كله، فدي طبعا الرود ماب دي مش بتاعتك خالص. طيب، نبدا نتوكل على الله نستعرض الرود ماب. كفايه مقدمات، لو في اي حاجه نقولها واحنا بنتكلم. هسيب لك طبعا اللينك بتاع الرود ماب في الديسكريبشن. نبدا كده واحده واحده. طيب، الرود ماب الديزاين بتاعها شكلا، يعني اللي هو يعني التيبل اللي هي فيه ده متقسم ليه زي ما انت شايف كده. في على الشمال فيز 1، فيز ده رقم المرحله، فيز 1، في فيز 2، فيز 3 وهكذا. تمام. بعد كده في النص في السبجكتس اللي هي المربعات البيضه دي، ودي النقط المهمه اللي في السبجكتس دي اللي المفروض ان احنا نذاكرها. دي كل اللي جوه هنا ده محتاج نذاكره جدا، نذاكره جدا. تمام. على الشمال خالص في حاجه اسمها ريدنج ليست، وهي ممكن ما تبقاش ريدنج فقط، يعني هي مش المقصود بيها قراءه فقط، لا، هي مقصود بيها اطلاع. فهي ممكن تبقى قراءه او مشاهده فيديوز. تمام. عن المواضيع دي مش مذاكره، لكنها لازم نوليدج، لازم تو بي اكوايرد. دي حاجه لازم تكون فاهمها، بس هي ما فيهاش مذاكره. يعني هي ما فيهاش حاجه انت هتعملها بايدك. يعني مثلا ما تتعرف على الكمبيوتر هاردوير اركتكتشر، ده ما فيش حاجه انت هتعملها بايدك في الموضوع ده خالص. تمام. ولا مطلوب منك تحفظه، يعني مش هتقعد تسمع يعني. تمام. فالفكره ان دي ايه، مواضيع للقراءه وليست للمذاكره. اللي في النص مذاكره قويه، اليمين قراءه. بس مش معنى كده ان ملهاش اهميه، لا، هي ليها اهميه جدا، بس انا حاطينها كريدنج ليست. يعني دي مش حاجه تانية بقى نسيت اقولها على الرود ماب نفسها. مفيش حاجه هنا اوبشنال، انا تخلصت من كل الاوبشنز. الرود ماب دي متقشره، يعني كل اللي مكتوب فيها ده انت محتاج تذاكره عشان توصل للمرحله اللي انا قلت لك عليها. انا اخترت لك، لو انت مش عارف تختار وبانك مش داخل في المجال اصلا، ما دخلتش في المجال، فاكيد انت مش عارف تختار. فانا اخترت لك حاجات كتير. حاجه واحده بس اللي انا ما اخترتهاش، وهي لغه البرمجه. تمام. لغه البرمجه ممكن نعمل فيديو تاني نتكلم على اللغات الموجوده دلوقتي، ايه اللي المفروض نبدا فيه، السوق بيتكلم في إيه الكلام ده كله. لكن انا حابب ان انت تختار بنفسك لغه البرمجه اللي انت ناوي تشتغل بيها. لو مش عايز، يعني لو يعني الموضوع بالنسبه لك مشكله كبيره، ممكن تبدا تفكر في حاجتين، سي شارب او نود جي اس، تبدا بيهم. انا شخصيا لو هتعلم، يعني لو حاجه هتعلمني مبادئ البروجرامينج والاوبجكت اورينتد والكلام ده كله، شايف ان السي شارب مناسبه جدا جدا جدا، خصوصا في ما يخص الاوبجكت اورينتد. بغض النظر ان في لغات ممكن تكون اقوى مش اقوى، الكلام الغريب ده مش ما يخصناش في حاجه يعني. تمام. طيب، خلينا نبدا نتوكل على الله كده ونوك ثرو كده الرود ماب دي ونشوف هنمشي فيها ازاي، ايه المواضيع اللي فيها يعني. طيب، اولنا كده في المرحله الاولى. بالمناسبه الترتيب هو من المواضيع جايه من الشمال لليمين، وفي كل موضوع النقط من فوق لتحت، فدي ترتيب المذاكره. يعني احنا عندنا مثلا هي 3 سبجكتس، البروجرامينج لانجوج، الكود تولز واللينكس، هتاخدهم بالترتيب كده. في كل سبجكت تبدا من فوق لتحت. تمام. طيب، your first programming language، اول لغه برمجه ليك هتبدا تتعلمها. طيب، ده معناه طبعا ضمنيا كده ان انت في المستقبل هتتعلم لغات تانية، لكن في المستقبل، يعني مش قبل سنتين مثلا من بدايتك انك تفكر انك تمد ايدك على لغه برمجه تانية. عايز تبص على لغات تانية مجرد يعني اطلاع، ماشي، انما تبدا تتعلم لغه تانية، وجهه نظري انا، لا، ركز في واحده، تعلمها كويس، اطلع بالمفيد اللي فيها، وبعدين ابقى شوف ايه تاني، الدنيا فيها ايه تاني. طيب، اخترت لغه تتعلم انك توصل تبقى في البيجنر ليفل. البيجنر ليفل ده اللي هو السنتكس والستيتمنتس. السنتكس اللي هو شكل اللغه نفسه، طريقه كتابتها، والستيتمنتس اللي هي
البيلدنج بلوكس بتاعت اللغه، الاف ستيتمنتس، الوايل، اللوبز، كل اي حاجه بتتكتب كلها يعني ازاي تكتب اللغه اصلا. ده المقصود بالبيجنر ليفل. طيب وعشان سؤال برضو ممكن يتسال اللي هو طب انا اعرف منين الحاجه اللي هي بيجنر مش من البيجنر؟ والله لو انت بتدور على الكورسات فغالبا كل كورس هيبقى مكتوب قدامه ده بتاع مين، ده موجه لمين، للبيجنرز، وده بيجنر، ده انترميديت، ده ادفانسد. مش هتمد ايدك الا على الحاجه البيجنر فقط. طيب بقيه الحاجه، طيب الانترميديت والادفانسد، بقيه الحاجات دي انت هتتعلمها ضمنيا في المواضيع اللي بعد كده. يعني وانت ماشي دلوقتي معايا كده في بقيه الرود ماب هتلاقي نفسك اصلا دخلت في حاجات انترميديت وبعد كده حاجات ادفانسد، فعلى ما تخلص الرود ماب هتكون انت في المرحله الادفانسد من اللغه دي. طيب حاجه برضو تركز عليها ازاي تتعامل مع الفايلز والدايركتوريز بتاعه الاوبريتنج سيستم. دي حاجات مهمه وبنعملها كتير فتركز عليها برضو لانها مهمه. هي غالبا هتكون في البيجنر ليفل يعني، بس في نقط كده بحب اوضحها لوحدها اكتر. طيب خلصت المرحله دي من لغه البرمجه، تبدا تخش على السبجكت التاني اللي جنبه ده واللي هو الكود تولز. في تولز كتير جدا هتتعامل معاها. انا هنا كاتب لك البدايات، اول حاجات هتبدا تتعامل معاها. لسه في حاجات تانية كتير بعدين، طول ما انت ماشي هتخبط في حاجات تتعامل معاها، حاجات بتاعت ستاتيك اناليسيز وحاجات كده كتير هتشتغل بيها. بس خلينا في الاول التول المهمه جدا وهي الجيت سورس كنترول. تمام، اعمل سيرش عليه كده واعمل له داونلود عندك في المكنه بتاعتك اللي انت شغال عليها، وابدا اتعلم الجيت ده، الكوماندز بتاعته ايه، بيشتغل ازاي. تمام. الجيت بقى ليه ورك فلو كده او طريقه شغل اسمها جيت فلو. جيت فلو دي طريقه شغل، جيت فلو دي مش تول، لا دي طريقه بنشتغل بيها مع الجيت سورس كنترول. غالبا يعني ومش هبقى غلطان لو قلت 99% من الديفلوبمنت تيمز اللي في الدنيا شغالين بالجيت فلو دي. فانت لما تبقى فاهمها وعارفها وتيجي انت كده بسم الله بتقدم على وظيفه وبتتكلم مع التيم ليدر وبتقول له انا جيت فلو عارفها وبنعمل كذا وكذا وكذا، يبقى مبسوط بيك جدا. تمام. طيب حاجه تانية تبدا تتعلمها وهي اليونت تيست. اليونت تيست انا شخصيا في يعني لما كنت بمانج ديفلوبمنت تيمز انا ما كنتش بستلم اي تاسك الا باليونت تيست. يعني مفيش حاجه اسمها خلصت او دن او كده وخلاص والكود اهو بيشتغل وادي لك كواليتي تيست. لا، هو انت كان عندك 3-4 فانكشنز مثلا بتعملهم ليهم يونت تيست، لازم في ريبورت كده نطلعه ان كل ده سكسس، نجح، كل ده اشتغل تمام. فبالتالي عدي اتفضل انتجريت الكلام ده مع الكود، بقيه الكود كله، وكده انت يبقى ضن فعلا. فاليونت تيست دي من الحاجات اللي لازم 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 تتعلمها وتشتغل بيها. طيب جوايا حاجه كده بتقول لي ان لازم دي بلاش تبقى لازم قوي كده، عشان يعني اصلا عادي ممكن تعدي من غيرها. ممكن تعدي من غير كل الرود ماب دي، ممكن تتعلم لغه برمجه وما تكملش بقيه الرود ماب وهتبقى اسمك عديت. بس خلينا في الاصول. لما نتعلم دلوقتي الاصول زي ما قلت لك، حد بيقدم في شغل ما عندوش خبره خالص، تمام، ايه اللي يخليني اشغله؟ يكون فاهم الحاجات دي. طيب اخر حاجه build for different operating systems. ازاي تبيلد الكود بتاعك ده انه يشتغل على different operating systems. تمام، دي حاجه مهمه تتعلمها. طيب خلصت الحاجات دي تخش على اللينكس. انت محتاج تتعلم لينكس، البيزكس بتاعه اللينكس. لينكس سيرفر محتاج تتعلم ازاي تتعامل معاه، البيزكس. زي نفس الفكره بتاعه البروجرامنج لانجويج، هتدور على كورسات البيجنر ليفل. بيجنر ليفل تخش فيها وتتعلمها، هو ده اللي انت محتاج تتعلمه. تمام، خلصت مذاكرتك، مش خلصت مذاكرتك، اثناء مذاكرتك الريدنج ليست دي تكون شغاله معاك كده. تمام. ايه بقى الريدنج ليست في المرحله الاولانيه دي؟ عندنا الكمبيوتر هاردوير اركتكتشر، دي حاجه محتاج تفهمها. انت ممكن تكون عارف ان الكمبيوتر فيه ماذر بورد وفيه هارد ديسك وفيه ميموري وفيه حاجات كتير قوي، بس ايه علاقتهم ببعض وشغالين مع بعض ازاي؟ دي حاجه مهمه تعرفها. الميموري شغاله ازاي والسي بي يو شغال ازاي. قراءه، تتفرج على فيديو يفهمك الميموري بتشتغل ازاي في الكمبيوتر والسي بي يو بيشتغل ازاي، بيعمل ايه بالظبط. تمام. الاوبريتنج سيستم اركتكتشر، الاوبريتنج سيستم ده متكون من ايه؟ الاوبريتنج سيستم اللي شغال عليه دلوقتي ده هو متكون من ايه؟ ايه المناطق المحظوره بتاعت السيستم اللي انا ما ينفعش ادخل العب فيها، ولو احتجت منه حاجه فيها لازم اطلبها بشكل معين، وايه المنطقه اللي انا بلعب فيها براحتي، بنزل فيها الابلكيشنز بتاعتي واحط فيها الفايلز بتاعتي وانا حر فيها. ايه وايه، تفهم دول ومتصلين ببعض ازاي. تمام. وازاي بقى الاوبريتنج سيستم بيمانج البروسيسز اللي شغال عليه.
سريعا كده، انت دلوقتي بتتفرج على يا اما من ابلكيشن يوتيوب على موبايل، يا اما من براوزر على لابتوب. الاثنين دول هم عباره عن بروسيس شغال على الاوبريتنج سيستم، اللي هو سواء اندرويد او ماك او اي او اس او ايا كان بقى الاوبريتنج سيستم بتاع اللابتوب. دي بروسيس شغاله على الجهاز ده. البروسيس دي بدات ازاي؟ يعني ازاي الاوبريتنج سيستم بيمانج البروسيس دي مع بقيه البروسيسز اللي شغاله، وبيقفلها ازاي، وبيشتغل معاها ازاي، وهي بتعمل ايه وهي شغاله. دي حاجات محتاج تكون عندك اويرنس بيها. طيب دي كده المرحله الاولى خلصت. طيب المرحله الاولى دي اللي هي مرحله الكود، انت كده بقيت تعرف تكتب كود وتعرف تشغله وتعرف تبيلده وتعرف تشغله وفاهم هو بيشتغل على ايه. حاجات ليها علاقه ببعض، يعني هي المواضيع كلها ليها علاقه ببعض، كل مرحله مواضيعها غالبا بنسبه 90% ليها علاقه ببعض. فيز 2 بقى المرحله الثانيه هتخش على الاوبجكت اورينتد. تمام. الاوبجكت اورينتد فيها 4 خصائص مهمين جدا: الانكابسوليشن، انهيرتنس، الابستراكشن، والبوليمورفيزم. تذاكرهم لغايه لما تفهمهم كويس جدا وتبقى شاربهم كويس جدا. ما تتحركش ولا تروح يمين ولا شمال الا لما تخلصوا. ما تفتحش في مواضيع من فضلك، يعني وانت في كل موضوع ما تقعدش تفتح في مواضيع تانية الا لما تخلص الموضوع اللي في ايدك. تمام. اوبجكت اورينتد اعرفها كويس، هتفيدك في اللي بعد كده محتاج اوبجكت اورينتد. اوكي. لما تخش على الداتا ستراكشر بقى بعد ما تخلص الداتا ستراكشر، انا بس مقسمها 2 لان هي يعني لسه طويله، هم فيهم 8 كاتيجوريز محتاج تفهمهم. تمام. هم بالترتيب برضو كده. الداتا ستراكشرز اهميتهم ايه؟ ان انت تفهمهم، وان انت لو ما فهمتهمش ايه اللي هيحصل. والله لو ما فهمتهمش انت هتعيش ومش هتاخد بالك ايه اللي بيحصل. يعني لو انت ما ذاكرتش داتا ستراكشر واشتغلت كسوفت وير ديفلوبر، فانت مش هتعرف ايه اللي فايتك. يعني فاهم. طيب انت هتلاقي نفسك بتستخدم الاريز لاي حاجه، اي حاجه في الدنيا انت بتحطها في اري وتعمل عليها اي شغلانه ايا كانت. في حين ان انت ممكن نوع شغل معين انت بتعمله الاري بطيئه جدا فيه، وحاجه زي الكيو مثلا اللي هو في الرابع حاجه ده هنا. تمام. حاجه زي الكيو ده هو اللي انت محتاجه، او حاجه زي التري، انت كنت محتاج تري ما كنتش محتاج اري. الوقت اللي بتاخده الاري ده ضعف اللي بتاخده التري، او اضعاف اللي بتاخده الكيو، وهكذا. تمام. فلما بتفهم الداتا ستراكشرز المختلفه دي وتعرف تعمل لها امبلمنتيشن بنفسك، يعني تعرف تعمل في لغه البرمجه اللي انت شغال بيها دي تعمل داتا ستراكشر بنفسك. تمام. انت هتتعلم الكلام ده، هيريحك جدا بعد كده في الشغل. دي سولوشنز جاهزه. الداتا ستراكشرز دي ناس عملوها قبلينا، حلول لمشاكل كومون هتشوفها كتير جدا في حياتك، فهي جاهزه، فالله نتعلمها مصلحه. طيب الريدنج ليست عندنا الثلاثه دول سوليد وكيس ودراي، دول برنسبلز عندنا في المجال. البرنسبلز او المبادئ اللي هي واحنا بنفكر في الكود بتبقى دي محطوطه قدامنا كده، متعلقه قدامنا، عايزين نحقق المبادئ دي في الكود بتاعنا. وعايز اقول لك كنصيحه بقى في الحته دي، يعني بما اننا جينا عند هنا، طبيعي او لازم يفضل ان اي كود انت بتكتبه يكون ليه مبادئ وانت ماشي عليها، لان لما تيجي تقع في اختيارات انا هعمل اروح يمين ولا شمال، المبادئ دي هي اللي هترشدك. من غير مبادئ انت مش هتبقى عارف تمشي ازاي. طب انا اعمل دي هنا ولا اعمل دي هنا، ما اعرفش. تمام. البرنسبلز دي غالبا دي مسؤوليه الاركتكت نفسه، هو اللي بيحطها. تمام. فلو في اي اركتكت سمعنا، المفروض يعني هو الرود ماب موجهه للناس اللي من تحت خالص، بس لو في اي اركتكت سمعنا البرنسبلز دي مسؤوليتك انت اللي بتحددها من الاول. طيب الشويه برنسبلز السوليد والكيس والدراي دول، دي برنسبلز عامه يفضل ان احنا نطبقها في شغلنا. وبقول لك يفضل لان دي مش دين، ما تاخدهاش كشرع لو ما طبقتهاش تبقى حرام، لا هي مش كده خالص، يفضل. تمام. لو اضطريت انك تفايوليت البرنسبلز دي لاي سبب انت فاهمه كويس، انا مش هينفع، اوكي، احسن ما تبقى بتطبق مبادئ مكلفه بلا داعي. ودي انا شفتها كتير خصوصا في الانفيرجن اوف كنترول او ديبندنسي انجكشن. في ناس جت في مرحله كده، يعني مرحله في حياه المجال، يعني كان متطبق في اي حاجه بهدف وبلا هدف وبسبب وبلا سبب وموجود وخلاص. تمام. لا الدنيا مش كده خالص، الدنيا لازم تكون عندك اويرنس، ولو انت مش فاهم في حد اكبر منك تساله وتفهم منه. انا بخاطب ناس لسه فريش او جينيورز، هيبقوا جينيورز اساسا يعني، فانت المفروض يبقى في حد سينيور بتلجأ له. طيب خلصنا كده المرحله الاولى والثانيه، وانت كده بقيت بتعرف تكتب كود كويس. خش في المرحله الثالثه. المرحله الثالثه بقى مرحله يعني مش عارف اقول لك ايه،
مش عارف اوصفها بايه. هي مرحله بتميز ناس عن ناس، تمام. وليه لا يعني ليه لا ان انا اتعلم الحاجات دي وامشي فيها وافهمها وابقى احسن، تمام. فالبروبلم سولفنج اللي هي جواها الالجوريزمز غالبا، ازاي تديزاين الجوريزم وازاي تعمل اناليسيز للالجوريزم، تمام. وتتعلم النون الجوريزمز اللي موجوده، اللي ناس عملوها قبلينا وبقت موجوده معانا قوي وبكثره وبنشتغل بيها كتير، او موجوده وخلاص يعني حتى لو احنا ما بنشتغلش بيها. لما تتعلم الحاجات دي دماغك بتكبر، دماغك بتكبر بالسولوشنز الجاهزه او بطريقه الشغل. بيعلمك يعني، احنا قلنا فوق البرنسبلز بتخليك البوصله بتاعتك هترشدك وانت بتحاول تاخد قرار، اعمل كده ولا امشي كده ولا امشي كده. طيب حته الكود نفسها بقى اللي انت بتكتبها، الفكر اللي انت هتتعلمه هنا في المرحله الثالثه دي كلها كده على بعضيها، هي دي اللي هتاثر فيه. انا هكتب الكود ده اصلا ازاي؟ انا ممكن اعمل كود لما اجي يشتغل ياخد ثواني على ما يرن ويشتغل ويخلص، وممكن اعمل نفس الكود بطريقه تانية تاخد ملي سكندز. اوكي، فالمرحله الثالثه دي هي اللي هتسبب في كده. الالجوريزمز طبعا في المرحله دي، وانا حاططها في المرحله الثالثه مش في المرحله مش فوق، لان يعني وجهه نظري برضو يعني يا جماعه معلش، ما ينفعش تبدا بيه الالجوريزمز من فوق من الاول. لا، اتعلم لغه واتعلم اوبجكت اورينتد كويس وتبقى جاهز لما تيجي بقى تخش على الالجوريزمز. هتبقى سهله، هي مش سهله بس هتبقى عارف تمشي فيها، غير انك ما فيش خالص وداخل هوب يلا خش في الالجوريزمز. بس ما زال انت كل ده في الاول. خلصت الالجوريزمز وتمام، ودي هتاخد منك وقت يعني. هتخش على الديزاين باترنز. الديزاين باترنز 3 كاتيجوريز. هتبدا باول اتنين، الكريشنال والستراكشرال. الكريشنال دي شويه باترنز، او خليني اقول لك في عجاله كده، الديزاين باترنز دي هي برضو سولوشنز جاهزه. بص، الداتا ستراكشرز والالجوريزمز اللي هي النون الجوريزمز والديزاين باترنز دي كلها سولوشنز جاهزه. بس زي ما تقول كده دي سولوشنز جاهزه كلنا بنستخدمها وبتكفر 90% اوف كل اليوز كيسز اللي موجوده تقريبا، تمام. فواي نوت يعني انا ما اتعلمها وابقى بكفر الكيسز كلها وابقى كويس في كل حاجه يعني، تمام. الديزاين باترنز الكريشنال كاتيجوري دي فيها بتاع 6 تقريبا باترنز، هي في ميل هاف بامانه يعني. الاستراكشرال بقى فيها بتاع 6 7 برضو كده، بس حاجات تمام يعني، مش عارف اوصفها لك ازاي يعني. بس هو يعني زي ما تقول كده الدوبامين بيعلى في المخ لما بنيجي نطبق الحاجات دي ونشتغل بيها ونطلع بيها شغل. مفيش احلى من كده يعني. طيب خش بقى على الريدنج ليست. عندنا موضوع مهم قوي اسمه كريتيكال ثينكينج. الكريتيكال ثينكينج ده بيتفرع منه موضوع كده اسمه لوجيكال ثينكينج. هما الاثنين كلهم على بعض مهمين، وخليني اقول لك هما مش مهمين في حاجه تكنيكال، لا، هما هيساعدوك ترتب دماغك. هي طريقه ترتيب دماغ. انت كل ده بتتعلم تبرمج كمبيوتر، انت عايز تبرمج دماغك بقى، عايز تبرمج دماغك على انها تشتغل بطريقه كويسه. فالكريتيكال ثينكينج ده هيساعدك في الموضوع ده. ودي سوفت سكيلز لازم تتعلمها، او سوفت سكيل يعني لازم تتعلمها ايا كان انت بتشتغل ايه. انا شايف ان الكريتيكال ثينكينج دي حاجه لازم كلنا البني ادمين كلهم يتعلموها، تبقى موجوده في المدارس اساسا يعني. فدي حاجه كده ايه على جنب. ممكن اقول لك بس نصيحه، ان هي يعني المواضيع كبيره، فما توقفش المرحله دي على الكريتيكال ثينكينج. ابدا كريتيكال ثينكينج من هنا وخليه يكمل معاك بقى يعني، عشان ما توقفش المراحل. كل اللي فوق ده وقف يعني، كل اللي فوق لغايه دلوقتي، كل اللي فوق ده المرحله بالريدنج ليست باللي جوه لازم يخلص قبل ما تنقل. الكريتيكال ثينكينج لا، ده خليه معاك مكمل معاك، تمام. طيب المرحله الثالثه خلصت، احنا كده في نص الطريق طيب نخش على المرحله الرابعه. المرحله الرابعه نبدا نتعلم عن النتورك، اساسيات النتورك بيزكس. النتورك النهارده شئنا ام ابينا، فانت اغلب الابلكيشنز اللي بتتعمل هي اصلا بتتعمل عشان ترن على نتورك، تمام. كونك فاهم النتورك شغاله ازاي، ده ساعات بيساعدك في اتخاذ قرارات، او بيخليك ليك افضليه عن الديفلوبر اللي مش فاهم النتورك شغاله ازاي. في قرارات بتاخدها بناء على فهمك للنتورك بتساعدك كتير. فذاكر النتورك كويس. بقى حاجات محتاج تركز عليها كويس قوي، ال HTTP بروتوكول، سواء الاس الفيرجن الاس منه اللي هو السكيور، او ال HTTP العادي ايا كان، تذاكره بشكل ادفانسد. توصل لمرحله انك تخش كده تتعلم البروتوكول ده متصمم ازاي من جوه، شغال ازاي، المسجز بتاعته بتكونها ازاي، بتمشي ازاي، بتتعامل ازاي، ماشيه في النتورك ازاي، كل الكلام ده. مش المقصود هنا ازاي اللغه البرمجه اللي انت بتختارها اللابير اللي فيها بتتعامل مع ال HTTP ازاي، لا ما يخصناش، مش ده خالص، مش ده خالص.
ده بعدين. انا عايزك تعرف ال HTTP ذات نفسه من بره بروتوكول منعزل عن اي لغه برمجه، شكله ازاي بقى ادفانسد، كل الصفات بتاعته اللي فيه، الميثودز اللي فيه، الفيتشرز اللي فيه، الكاشنج، الحاجات اللي يقدر يعملها كبروتوكول. ومعاه التي سي بي بس بشكل بيزك شويه، مش ادفانسد زي ال HTTP، بس التي سي بي انت محتاج برضو تفهمه بشكل منعزل او منفصل عن لغه البرمجه. طيب خلصنا حته النتورك، تخش على الكونكرنسي. في لغه البرمجه بتاعتك مش كل اللي فيها، يعني في حاجه في البرمجه اسمها كونكرنسي، اللي هي اللغه او الابلكيشن بتاعك بيتعامل مع اكتر من ريكويست او اكتر من حاجه في نفس الوقت. فعندنا طريقتين، عندنا ثريدز وعندنا حاجه اسمها نون بلوكينج اي او. لو انت اخترت نوت جي اس فهي نون بلوكينج اي او فقط، ما فيهاش ثريدز، تمام. لكن النون بلوكينج اي او هو مش مقصور على النوت جي اس، كل اللغات تقريبا فيها نون بلوكينج اي او لايبرري تقدر تستخدمها وتشتغل بيها. الثريدز موجوده طبعا في السي شارب وموجوده في حاجات كتير، فدي برضو من الحاجات اللي تقدر تتعلمها تتعامل بيها ازاي تخلي الابلكيشن بتاعك بيتعامل مع الثريدز او بيتعامل مع النون بلوكينج اي او. لو اللغه بتاعتك بتسبورت الاثنين تبقى انت فاهم الاثنين، تمام. تخش بقى على ايه؟ الاي بي اي. الاي بي اي عندنا رقم واحد كده ال HTTP RESTful API، ده يعني اكل عيشنا كله عليها يعني. هو جوه ال HTTP RESTful API دي في حاجه اسمها HTTP Interceptor، انا بس كاتبها لك بشكل منفصل عشان عايزك تركز عليها ازاي تتعامل معاها. الويب سوكت دي من الحاجات اللي لازم تكون فاهمها النهارده، كانت اوبشن من 7 سنين مثلا، او يعني اللي كان عارفها من 7 8 سنين ده كان جامد قوي. لا هي النهارده ما كنتش عارفها هتبقى خايب قوي يعني لازم تبقى عارفها وعارف ازاي تشتغل بيها. الجي ار بي سي دي حاجه بنستخدمها، مش عايز اقول لك مصطلحات يعني انتر بروسيس، بنستخدمها في التواصل بين المكونات الابلكيشن وبعضها. هتفهمها بعدين الحاجات دي، بس دي حاجه حاول تقرا عنها في المرحله دي بما اننا جبنا سيره الاي بي اي. لو ما فهمتهاش قوي، لو حسيت الموضوع بعيد عن ادراكك لسه، عديها مفيش مشاكل، بس هي حاجه حطها دايما جنبك كده انك هتذاكرها. طيب اخر حاجه عندنا الانجن اكس، اللي هو الانجن اكس ده هو ويب سيرفر، تمام. ازاي انت كديفلوبر تتعامل معاه وتسيت اب الانجن اكس ده از ويب سيرفر واز حاجه اسمها اي بي اي جيت واي. وانت بتتعلم عن الاي بي اي افهم ايه الاي بي اي جيت واي دي، وازاي تسيت اب الانجن اكس ده از تول على انك تشغله كويب سيرفر او اي بي اي جيت واي. مش عايز اقعد اعيد واكرر في الموضوع ده، اشمعنى انجن اكس، اشمعنى مش حاجه تانية، مفيش اشمعنى هنا. انا قلت لك دي الدنيا هنا متقشره، تمام. عجباك اتفضل اشتغل بيها، عندك اي يعني حاجه تانية عايز تعملها اعمل اي حاجه تانية، انت حر. الريدنج ليست بتاعتنا هيبقى فيها الاو اس اي موديل بتاع النتورك ده، تحفظه، دي حاجه محتاج تحفظها، بسيطه يعني، بس هي زي لوجيكال لايرز كده لمكونات النتورك والابلكيشنز وكل حاجه. طيب وحاجه اسمها نتورك سوكت. بما انك ديفلوبر بقى فانت محتاج تفهم كويس قوي لما انت بتيجي تفتح كونكشن من الكود بتاعك عشان حد يبعت لك عليه او انت حتى تبعت لحد، ايه اللي بيحصل من ساعه ما انت بتفتح الكونكشن ده من عندك، من عند الابلكيشن، تمام، لغايه كارت النتورك اللي موجود في المكنه او السيرفر اللي شغال بالابلكيشن بتاعك. السكه دي ايه اللي بيحصل فيها بالظبط، دي محتاج تبقى فاهمها، قاريها. والله عايز تحط ايدك فيها بقى وتبدا تكتب لها كود بنفسك، تمام، والله تبقى انت كده حد جامد يعني، بس مش مطلوب منك خالص ده في المرحله دي. دي كده المرحله الرابعه خلصت. خش على يا باشا المرحله الخامسه. المرحله الخامسه هتبدا تتعلم الداتابيز، والداتابيز دي عليها اقاويل كتير. انا يعني ما في ناس اصلا متخصصه داتابيز، انا يعني انا عايز اكتب كود بس مش عايز ادخل في سكه الداتابيز. طيب اغلب الديفلوبرز بيكونوا شغالين بالداتابيز، تمام. ولو في حد داتابيز متخصص داتابيز فهو بيعمل حاجات ادفانسد شويه، بيبقى دي بي ادمنستريتور، بيطلع ريبورتس كده عميقه مش اي حد يعرف يطلعها. بس الديزاين بتاع الداتابيز، التعامل مع الداتابيز دي حاجه انت لازم هتتعامل معاها، ما ينفعش يعني اقل ما فيها ازاي تتعامل مع الداتابيز اصلا وعشان تعرف تتعامل معاها كويس لازم تكون فاهم هي اصلا شكلها ايه. ما ينفعش يعني، ما ينفعش ما تكونش مدرس داتابيز. الداتابيز فيها اشكال كتير، في تايبز كتير للداتابيز. زمان احنا على ايامنا احنا كانت الدنيا ريليشنال داتابيز والحمد لله على كده، تمام. لكن النهارده بقى عندك ريليشنال داتابيز، عندك نوسيكوال بانواعه،
نو سيكوال نفسه فيه بتاع 4-5 انواع كده تقريبا، تمام. وعندك جراف وعندك تايم سيريس وعندك كميه داتابيز ضربت كده ماسوره فتحت. اول حاجه واهم حاجه وعلى راسهم واللي هتفضل مستمره لغايه لما المجال ده يختفي، الريليشنال داتابيز. والريليشن داتابيز دي بنشتغل فيها اللي هي مثلا ماي سيكوال، انا كاتب لك هنا ماي سيكوال، دي حاجه ريليشن داتابيز تتعلمها. طيب قبل الماي سيكوال انا كاتب حاجه اسمها نورماليزيشن. نورماليزيشن ده حاجه طريقه بنستخدمها في ديزاين الريليشنز بتوين التيبلز اللي موجوده في الريليشنال داتابيز. هو 5 فورمز، يعني هو طريقه ان انا باخد الداتا عايز اديزاين، اصلا ما عنديش داتابيز عايز اديزاين داتابيز، افكر في الداتابيز ازاي لغايه لما اوصلها للشكل الامثل. 5 فورمز كده بمشي عليهم لغايه لما الاقي الداتابيز اتعملت لوحدها. ذاكر النورماليزيشن ده اهم من اي حاجه تانية بعدين. النورماليزيشن ده هو الكي بتاع فهمك لطريقه ديزاين ريليشن داتابيز. بعد كده بعد الريليشن داتابيز خدنا الماي سيكوال كمثال هنشتغل بيها، تمام. عندنا داتابيز في النو سيكوال مشهوره قوي اسمها مونجو دي بي، العالم كله بيشتغل بيها بسبب او بدون سبب. بغض النظر عن اللي بيشتغلوا بدون سبب، هي حاجه كويسه ان انت لازم تكون متعلمها. طيب في نوع داتابيز ثالث اللي هو بتاع الكيو، هو اسمه مسجنج بروكر او مسجنج كيو. اشهر حاجه مستخدمه الرابط ام كيو. في حاجات تانية كتير كويسه جدا جدا جدا، لكن الرابط ام كيو من الحاجات الكتير المستخدمه، واغلب الابلكيشنز النهارده داخل فيها الرابط ام كيو. فدي حاجه محتاج تتعلمها برضو. هو انا حاطه تبع الداتابيز لان هو بيأكت ساعات از داتابيز، هو مش داتابيز، يعني هو ما ينفعش نقول عليه داتابيز بس هو ليه علاقه بالداتا يعني. خلاص نرجع بقى نكمل بقيه الديزاين باترنز. اخر حاجه عندنا البيهيفيرال كاتيجوري، ودي فيها بتاع 9-10 حاجه زي كده، 10 باترنز. اصعب شويه من اللي فاتوا عشان كده حلتهم شويه، لكن فيهم نفس برضو فكره بتاعت الدوبامين اللي قلت لك عليها. يعني بجد الديزاين باترنز دي لما ما بتيجي تشتغل بيها بتنبسط سبحان الله. وفي حاجات لما بتفهمها قوي بتأثر على جودة شغلك بعدين نخش على حتة كده بقى في الاركتكتشر. مايكرو سيرفيس، تتعلم المايكرو سيرفيس، تفهمها كويس، تعرف ازاي تقسم الابلكيشن بتاعك لمايكرو سيرفيسز او تمام. موضوع بتاع اركتكتشر وانت لسه يعني بتقول يا هادي في البرمجه اصلا ككودينج وكده، فايه اللي تتعلم ليه الكلام ده؟ افهم المبادئ بتاعتها، الاساسيات بتاعتها، عشان اللي جاي تقريبا كله مايكرو سيرفيس. اوكي فيعني خليك جاهز ومستعد احسن. طيب الريدنج ليست بتاعت المرحله دي عندنا الجراف داتابيز، في نوع من داتابيز اسمه جراف، تمام. وده منتشر جدا في السوشيال ميديا، اساس السوشيال ميديا اصلا تلاقي جزء كبير منها حاجه اسمها جراف، تمام. تقرا عنها وتفهمها، ما تتعلمهاش الا لما تحتاجها، بس اقرا عنها وافهمها. وفي حاجه اسمها تايم سيريز داتابيز برضو اقرا عنها وافهمها. وعندنا بقى حاجه اسمها رياكتيف بروجرامنج. رياكتيف بروجرامنج دي انت ان شاء الله بعد سنه يعني هو شغلك هيبقى رياكتيف بروجرامنج لو انت شغال مع تيم كويس، مع اركتكت كويس، مع كده، فانت غالبا هتلاقي رياكتيف بروجرامنج دي مسيطره على الكود بتاعك او الابلكيشن بتاعك. ابدأ اتعرف عليها من دلوقتي، مش مطلوب منك خالص دلوقتي تكون بتعرف تكتب كود بالشكل بتاع الرياكتيف بروجرام. انت اوريدي اتعلمت تولز تقدر تشتغل بيها. يعني الديزاين باترنز جزء كبير من الديزاين باترنز بنستخدمه في الرياكتيف بروجرامنج، في جزء كبير في جزء من الحاجات اللي انت اتعلمتها في الاي بي اي الويب سوكيت والكلام ده بنستخدمه، بس في حاجات لسه، تمام. الايفنت دريفن بقى بروجرامنج البروباجيشن بتاع اي ابديت في الداتا عموما هو بيتقال عليه رياكتيف بروجرامنج. ده موضوع كبير هتكمل بيه حياتك بعدين، ابداوا من دلوقتي. المرحله الخامسه خلصت، ومعلش يعني ايه شويه نفسين كمان وهنخلص يعني طيب خش في المرحله السادسه ويا سيدي الاخيره، خلاص الف مبروك الحمد لله على السلامه. المرحله السادسه دي ليها علاقه بالكلاود. هتبدا اول حاجه تتعلم عن الكونتينرز والدوكر تحديدا، تعرف الدوكر كويس، تقدر تتعلم ازاي تكتب دوكر فايل وتتعامل مع الايمجز وتحط الكود بتاعك اللي انت كتبته جوه ايمج وتطلعه في دوكر كونتينر يشتغل عن طريق دوكر فقط. حلو. تنقل على الكلاود اي دبليو اس، تتعلم اي دبليو اس. وانا هنا في كلاود بروفايدرز كتير، في اجور
و AWS هم اكبر اتنين موجودين في السوق. تمام. انا اخترت AWS. انا بتعامل مع الاثنين بالمناسبه يوميا، بتعامل مع الاثنين، بقالي سنين طويله بتعامل مع الاثنين. اريحهم في التعامل AWS كراجل تكنيكال، اريح حاجه بالنسبه لي AWS. اللي انا عايز اعمله بعرف اعمله بسهوله. تمام. فدي حاجه طبعا بتفرق معاك انت. الحياه اصلا مليانه بلاوي، الشغلانه مليانه بلاوي، فبناقص يعني البلاوي. تركز فيه AWS البيزكس. برضه هتعرفها منين؟ زي ما قلت لك، لما تشوف الكورس بيكتب عليه بيزك او بيجنر او مش عارف ليفل 101 ولا 100 والكلام ده، فبيبقى هي الحاجات دي اللي انت محتاج تتعلمها. مش هتتعلم كل حاجه في الكلاود، مش هتعرف، مش هتقدر. تمام. خليني اقول لك برضو تفوكس على ايه. في سيرفيسز في الكلاود، او انت تفهم ايه الكلاود يعني اساسا، والسيرفيسز الرئيسيه اللي تفوكس عليها الحاجات بتاعه الكمبيوت والداتابيز والستورج والسيرفرلس. دول الحاجات اللي تفوكس عليهم. طيب اخر حاجه بقى تعملها عشان يعني معلش تبقى قفلت الدنيا صح، سكيورتي. ازاي تكتب سكيور كود، وازاي تسكيور الاي بي ايز اللي انت متعلم تعملها. بس كده. اخر حاجه في الفريدنج ليست عندنا، تفهم الفيرشواليزيشن بوجه عام بدأ ازاي، وكان شكله ايه، وبيعمل ايه، وهو شكله ايه اساسا، وبيتعمل ازاي وكده. شوف فيديوهات كتير على الموضوع ده. وعندنا 2 تولز كده على لينكس طبعا يعني. تمام. شيروت وسي جروبز. شوفهم كده بيعملوا ايه، عد عليهم كده، بص عليهم بيعملوا ايه. بس انت كده زي ما قلت لك، انت كده وصلت لمرحله انك جاهز تنزل تدور على شغل. لو دخلت تكنيكال انترفيو از فريش ديفلوبر، المفروض ان انت تاخد تكتسح الانترفيو. تمام. انك تبقى سينيور ديفلوبر بقى، وانك تبقى جامد، ده لسه بعدين يعني. ده الحاجات دي اللي انت اتعلمتها دي هتقعد، ممكن نفس الحاجه على فكره تقعد تاخد فيها خبره. انت يا دوب اتعلمتها، بس نفس الحاجه، نفس التول، نفس لغه البرمجه، لما تيجي تحطها في شغل تلاقي نفسك الله ايه ده، انا عمال بتعلم طريقه كتابه مختلفه عن اللي انا كنت بتعلم بيها. الكود بقى اكثر كفاءه، انا غيرت طريقه تفكير. تاخد خبره تاخد خبره تاخد خبره لغايه لما ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتبقى اركيتكت وتبقى حاجه كويسه. بس انا ما عنديش حاجه تانية اقولها اكتر من كده، وموفقين جميعا ان شاء الله يعني.